أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد يلي رح نتعرف فيه على أحداث حلقة جديدة من المسلسل الرومانسي عروس بيروت. أحداث مشوقة، مفاجآت بحلقة الليلة. نتمنى تدعمونا، تشتركوا معنا بالقناة، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا. بعد إطلاق أميرة للنار على فارس، ولكن أميرة لا تصيب فارس، وآدم يتدخل ويأخذ المسدس من والدته وينقذ حياة فارس وثريا. ويتصل آدم بالشرطة ويتم القبض على والدته، ويبكي آدم ويحضنه فارس ويواسيه. وفي اليوم الثاني آدم حزين وتحضنه سارة، وفارس يطلب من ثريا ألا تخاف، وبأنهم بخير، وبأنه قلق على آدم وعما نفعله والدته به. وثريا تقول لفارس: هل سنخبر الجميع ما حصل؟ ليرد فارس: كلا، آدم محرج كثيرا، كما اتخذنا الاحتياطات اللازمة ولم يحدث لنا شيء. لا أريد أن يرتفع ضغط أمي. سارة تحاول رفع معنويات آدم، وبأن فارس وعده لن يقول لأحد من عائلته. وآدم يرد: فارس لم يقل شيء، فارس للشرطة. وثريا حامل وكانت موجودة، من الجيد لم يصاب أحد. وبعدها يرن هاتف آدم ويكون فارس، ويخبره فارس بأنه لديهم حفلة شواء في الحديقة عند الدخول للربيع كل صيف مع العائلة. غدا سنقيمها، هل تريد الانضمام إلينا؟ وينصدم آدم ويرفض في البداية، ولكن فارس يقنعه. وتفرح سارة وكذلك ثريا، وتقول سارة لآدم إنها خطوة كبيرة من فارس مجددا، وأن يعطيهم فرصة وأن يثق ليصبحوا عائلة. أميرة في المشفى في غرفتها. بسمة توقظ جاد بكثرة الحديث وبأنها لا تراه لتخبره بما يحدث معها. نايا تقول لخليل: هل فكرت فيما قاله الطبيب؟ يرد خليل: من المستحيل التفكير في أي شيء آخر. تبكي نايا وتقول: لقد اتخذت قراري، يعني لا أستطيع تعريض نور للخطر. بالطبع سأفكر في كل شيء جيد، ولكن أنا بحاجة إلى وضع الاحتمالات السيئة أمامي. يمكننا الحصول على الطلاق في هذه العملية. انسى كل الأشياء التي كتبت عنها. لا أريد النفقة، لا أريد منك شيء. يمكنني العيش مع طفلين، لن أسبب لك المشاكل. يمكنك أن تأتي لرؤيتهم بأي وقت تشاء. يرد خليل: نور ابنتي أيضا، ليس عليك أن تتوسلي إلي، نحن والدين وعلينا تخطي هذا معا. ويقول خليل: لن أتأخر ليلا. منال عادت للعمل في متجر الملابس، وتخبرها صديقتها إن ابنة خليل مريضة ووضعها حرج، ونايا تعيش في القصر الآن. وتفكر منال بالاتصال بخليل، ولكنها تتردد. ليلى تتعصب على جاد لأنه تأخر على الفطور. يأتي خليل أمام الجميع ويقول لفارس: هل هاجمتك أميرة؟ وتنصدم ليلى، ويقول فارس: من أخبرك؟ وتركض ليلى إلى فارس وتفحص جسده، ويقول فارس: أنا بخير، لا يوجد شيء. ويخبرهم ما حدث في المكتب وكيف جاء آدم وأنقذهم. ثم يقول لهم فارس: لنقيم حفلة الشواء بالربيع هذا الأسبوع، واتصلت بآدم ليأتي أيضا. ويتفاجأ خليل من كلام فارس. وتقول ليلى: الأمس حاولت والدته قتلك، وأنت اليوم ستجلبه للمنزل. بيرد فارس: ربما خليل محقا، لنعطي آدم فرصة جديدة، وأنا مدين لآدم بحياتي. ويقول جاد: فكرة الربيع جيدة،
قد نستطيع إقناع هادي بعدم الذهاب، وتتصل ليلى بهادي ليأتي، ولكن هادي يرفض وبأنه لديه اجتماع. آدم يطلب من عماد أخذ الاحتياطات جيدا، وألا يعطي لوالدته المال بدون إذنه، وبأن فارس لم يشكي على والدته. ويقول عماد هذه خدعة لإظهار نواياه الحسنة، وهو سأخذك للشركة من أجل إلغاء فكرة ظاهر. ويرد آدم الشخص الذي أنا غاضب منه ليس فارس، ويدافع آدم عن فارس. ثريا تقول لفارس جاءت صديقتي رانيا وقالت هناك حفلة موسيقية قريبة للأطفال، وجاءوا وطلبوا المساعدة مني وأنا وافقت، ولكن فارس ينزعج ويرفض الفكرة، ولكن ثريا تصر على الذهاب على خشبة المسرح، وبأن هذا سيخفف التوتر عندها. ونايا تسمع حديثهم، وفارس يغادر منزعجا، ونايا تسأل ثريا إذا كانت ستغني، لترد ثريا أجل. فارس يزور هادي في منزله ويخبره ما حدث معه وكيف واجهته أميرة، وبأنه أول شخص خطر على باله. وفارس يعطي لهادي فرصة للتحدث عما بداخله بخصوص ثريا، وهادي يخبره بكل شيء وبأنه لا يوجد شيء، وبعدها يتعانقان ويتصالحان. ثريا تتدرب مع الفرقة على الغناء. عادل يتصل بليلى ويخبرها خلال نصف ساعة سيكون عندها لأخذها، وترد ليلى لا أستطيع، لدي اجتماع في الجمعية الآن، ولكن عادل بيقنعها. سامية في القصر وبتقول لها نايا الطفل ليس له علاقة إذا تطلقنا أو لا، ووقعت العقد وسأفعل أي شيء لأجل ابنتي فقط، لا شيء آخر لدي قيمة أكثر من ابنتي. ونايا تخبر خالتها عن أخبار المنزل، نزهة الربيع ودعوة آدم وغناء ثريا على المسرح. ثم تأتي ليلى ويحدث مشادة كلامية بين سامية وليلى، وتخبرها سامية عن غناء ثريا في الجمعية، ولكن ليلى تنكر هذا الموضوع. سارة وثريا في المدرسة ويتحدثان عن آدم وفارس ونزهة الربيع. ثم تأتي داليا وتحاول مصالحتهم ظنا منها أنهم لم يتصالحوا بعد. خليل يخبر فارس بأنه لم يتراجع عن فكرة ظاهر جيت، ولن يتراجع حتى لو تراجع آدم. ليلى وعادل يذهبون إلى النزهة ويقضون وقتا ممتعا. في الجمعية يتحدثون عن ليلى بأن قراراتها لم تعد صائبة، ويتحدثون بالسوء عنها. وسامية تقترح عليهم أن يرشحوا منتخبة جديدة لرئاسة الجمعية، والجميع يقترح على سامية أن ترشح هي نفسها وأن تصبح رئيسة للجمعية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.